السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم بيكاتا الدجاج، وصفة لذيذة وغير تقليدية. هعملها بطريقة سهلة واقتصادية من غير كريمة طهي. هعمل الكريمة الاقتصادية. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الوصفة اللذيذة دي إزاي. بسم الله. اول حاجة معايا كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح تكون سميكة شوية. لو عندك صدور الفراخ سليمة مش متقطعة، قطعي الصدر الواحد على 3 أو 4 شرايح بالطول زي ما بنقطع شرايح البانيه، بس بتكون اسمك شوية. غسلت شرايح الفراخ وخليتهم زي الفل وحطيتهم في مصفى يتصفوا من المية، ودلوقتي بمناديل المطبخ بنشفهم كويس من اي مية او سوائل ممكن تكون لسه فيهم. رصيت شرايح البانيه بالشكل ده وهبدأ اتبلهم برشة من الملح والفلفل، وببدأ بإيدي بدعك الملح والفلفل على شرايح الفراخ عشان اتأكد انه توزع وتشربوا بيه كويس، وبقلب الشرايح على بعض بالشكل ده. بخلي الجزء اللي كان من تحت من فوق علشان برجع برش عليه رشة الملح والفلفل. لازم كل شرايح الفراخ تكون متبلة كويس من فوق ومن تحت بالملح والفلفل. بحطهم في طبق وهغطي عليهم بكيس او بالاسترتش وبسيبهم يتبلوا مدة نص ساعة. لو حابة تسيبيهم يعني مدة ساعة وعندك وقت يكون افضل طبعا. وهنا بعد نص ساعة حضرت دقيق وهبدأ احط شرايح الفراخ في الدقيق. كل شريحة بعفرها كده بالدقيق، مش بضغط عليها في الدقيق، يدوب كده تعفيرة بسيطة، وبنفض الشريحة من الدقيق الزايد. بخلص الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. فايدة الدقيق بيخلي الفراخ تاخد لون حلو وانا بشوحها، وكمان لما بحط الفراخ في الصوص بعد كده بيدي الصوص كثافة وتقل حلو قوي. ودلوقتي في جريل او طاسة برفعها على النار واحط فيها معلقتين من الزيت، مكعبين من الزبدة يعني حوالي معلقتين كبار من الزبدة. ممكن تستبدلي الزبدة بالسمن، وبسيبهم لغاية ما الزبدة تسيح والطاسة تكون سخنت كويس. وببدأ بنزل بقطع الفراخ في المادة الدهنية بعد ما سخنت كويس. بشوحها وبخليها تاخد لون دهبي حلو من أول ناحية، ولما بتاخد اللون الدهبي الجميل ده بقلبها على الناحية التانية تاخد الصدمة واللون الحلو. كده تمام، اتشوحت وخدت لون ذهبي من الناحيتين. بخرجها وبكمل باقي الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. خطوة التشويح دي مش بتاخد وقت، يعني أقل من 5 دقايق وبكون مخلصة الكمية اللي معايا. ودلوقتي معايا بصلة كبيرة هبدأ أقطعها لقطع صغيرة. لو حابة تفرميها في الكبة مفيش مشكلة، بس هو الموضوع بسيط مش محتاج كبة. باخد البصل وبحطه مكان تشويح الفراخ. لو المادة الدهنية كانت قليلة ممكن تضيفي شوية زيت أو مكعب من الزبدة. تقلبتين 3 للبصل في المادة الدهنية يتشوح ويدبل، هتلاقيه بياخد طعم ولون حلو قوي عشان مكان تشويح الفراخ. وبضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، دي أساسي لازم واحنا بنشوح البصل عشان الريحة تكون حلوة. ودلوقتي معايا 3 حبات حجم متوسط من المشروم. المشروم ما بيتغسلش، بتمسحيه من بره بفوطة نظيفة أو بمناديل مطبخ، بمسحه كويس كده وهبتدي أقطعه لشرايح رفيعة. المشروم أساسي في البيكاتا، بس لو حابين ممكن تستغنوا عنه. المشروم مفيد جدا، لذيذ وسهل الهضم وفيه كمية عالية من البروتين. أنصحكم بيه، يعني حاولوا تدخلوه كتير في وصفاتكم. صحي ومفيد وبيرفع القيمة الغذائية، وانا مش بحب اقطعه قبل ما اضيفه للاكل في فترة طويلة واسيبه لانه ممكن يغمق ويسود لونه معاكي، فبقطعه على طول قبل ما بضيفه للاكل.
برجع تاني للبصل اللي بشوحه على النار. كان البصل دبل وخد لون خفيف. بنزل عليه دلوقتي بحوالي 3 أو 4 فصوص مفرومين ناعم، تقلبتين للتوم مع البصل يدوب أشم ريحته، مش عايزة التوم يغمق أو ياخد لون. وبنزل عليهم بالمشروم تقلبتين 3 كده معاهم يتشوح ويدبل، مش بياخد وقت طويل، مدة دقيقة أو 2 تقلبيه كده مع البصل، خلاص بيتشوح وبتلاقي لونه اتغير كده تمام. بنزل عليهم دلوقتي بكوبايتين من المية السخنة. لو عندك شوربة ممكن تستخدمي الشوربة بدل المية، وبسيبهم كده يغلوا مع المية ويطلعوا الريحة والطعم الحلو فيها. وبضيف مكعب من المرقة عشان أنا مستخدمة مية، طبعا ده اختياري ممكن تستغنوا عنه. سبتهم كده غلوا غلوة واحدة مع بعض، وهنزل دلوقتي بشرايح الفراخ تكمل سواها وتطعم من الجمال ده. لو لقيتي المية قليلة والفراخ مش متشربة كويس منها، ممكن تضيفي من على الجناب كده شوية من المية السخنة أو الشوربة السخنة عشان الفراخ هتكمل التسوية في المية دي. بس عايزة اقولك على حاجة، ما تبالغيش في كمية المية علشان الفراخ ما تتحولش لفراخ مسلوقة، يدوب كده الصوص يكون مغطي الفراخ تكمل التسوية فيه وتتشرب منه زي ما انت شايفة كده. هي دلوقتي لما تغلي مع الفراخ هتغطيها وتتشرب منها كويس. وما ننساش لسه في اضافة هنضيفها، الكريمة اللي هي هتزود كمية الصوص اللي مع الفراخ. وهنا ببدأ بعمل الكريمة اللي هي بديل كريمة الطهي، الكريمة الاقتصادية، ودي عبارة عن كوباية من اللبن عليها معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة صغيرة من السكر. بقلبهم مع بعض كويس لغاية ما الدقيق والسكر يدوبوا في اللبن وما يكونش فيه أي تكتلات. لو متوفرة عندك كريمة الطهي بتحطي منها مقدار كوباية على الفراخ. أنا النهاردة عملت الكريمة الاقتصادية ديت حلوة جدا وبتدي نفس النتيجة واقتصادية على قد ايدينا، يعني مفيش مشكلة، ممكن تقومي تعملي الوصفة دي حالا، المكونات كلها موجودة عندنا في البيت. ضفت دلوقتي الكريمة على الفراخ ووزعتها كويس معاهم. بسيبهم على نار تكون متوسطة مش عالية لغاية ما يغلوا غلوتين 3 والصوص يبدأ يربط ويتقل. وده بيكون الشكل بعد ما سبتهم يغلوا مع بعض كده غلوتين 3 والقوام تقل وبقى لونه تحفة بالشكل ده. الفراخ اتشربت من الكريمة والصوص الجميل اللي معاها وبقت عظمة في منتهى الجمال. الريحة يا جماعة حلوة جدا، الفراخ مستوية اهي من غير ما تتهري. وللي حابب وقت التقديم ممكن يعصر عليها عصرة ليمون، بيكون برضو طعمها حلو قوي مع الليمون، هتعجبكم جدا. وصفة سهلة ولذيذة وغير تقليدية. بتقدمي معاها مكرونة أو رز أبيض زي أنا ما عملت وسلطة خضراء، وجبة لذيذة ومتكاملة هتعجبكم جدا وتعجب ضيوفك وتبهرهم. عملتها النهاردة معاكم بطريقة سهلة واقتصادية، أتمنى تجربوها وتعجبكم وتقولولي رأيكم. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.